ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا نوراي معايا اختي ناردين، واحنا النهارده هنعمل تحدي ال 20 جنيه. هنقعد يوم كامل غدا 10 وفطار وكمان سناكس كل حاجه ب 20 جنيه. ما تسالوناش ازاي. معانا ماما تشترك في التحدي. هشترك معاهم النهارده في تحدي ال 20 جنيه يوم كامل، فطار وغدا وعشاء. 20 جنيه يا نادي. هنشوف ال 20 جنيه ممكن تعمل ايه اليوم كامل. دلوقتي هننزل مع بعض. هنبدا اول حاجه هنشوف هنشتري ايه للفطار. يلا يا حبايبي، يلا تعالوا معانا يا اصحابي. هنا جينا سوبر ماركت جنب البيت. نبدا دلوقتي نشوف الحاجات اللي ممكن نشتريها. شوف هتشتري ايه الفطار والعشاء. شوفي حاجه كده للفطار يا نورة. حاجه هنا. بصي ممكن نجيب ده للفطار. لا الميزانيه مش هتنفع اصلا. بحبه قوي. مش هينفع عشان الميزانيه. يلا شوفوا حاجه كده للفطار. تشتروا ايه؟ ده الواحد بكام كده؟ ب5 كده. الواحد ب5. شوف كده باقي لكم ايه تاني. شوفوا حاجه كده يلا للعشاء. لا هاتوا كيس واحد بس. عاوزين كيس واحد بس وهتقسموه. عايزين نجرب ده طعم جديد يا جماعه، اسمه فراخ بالاعشاب. عايزين نجربه. طيب يلا خلاص، كيس ب7. جبنا رغيفين، اللي هو الرغيف الواحد بجنيه ونص. جبنا 2 ب3 جنيه. كده مظبوط يا نورة؟ كده مظبوط. مخبوزات كريستال يا جماعة. ده في الحي السادس في مول العاصمة، زي ما انتوا شايفين معايا. ما شاء الله اللهم بارك. معجنات ومخبوزات في منتهى الجمال والنظافة. حاجات مميزة وحلوة جدا. كل الحاجات الجميلة دي. وفي عندهم فطير وكمان حلويات شرقية. ولو حابين كمان كحك او بسكوت علشان العيد، ممكن كمان تلاقوا عندهم حاجات بجودة كويسة جدا. كده خلصنا حاجة الفطار والعشاء بتاعت ناد ونورة. اوكي دلوقتي يا جماعة هنروح نجيب الفطار لماما. يلا يلا. هنروح فين دلوقتي يا ماما؟ هتجيبي ايه؟ هنجيب سندوتشات الطعمية. اوكي هوريكم المكان دلوقتي. يا جماعة الكلب اللي جاي معانا. هاي كوكي جاي ورانا. يا جماعة المطعم بتاع الطعمية جنب المسجد. ده مسجد الرحمن الرحيم. المطعم جنبه على طول. هوريهولكم دلوقتي. يا جماعة أنا ونادو جبنا نوعين مع الفطار ب5 جنيه. وانا جبت سندوتشين ومعاه مخلل. السعر كام يا نورة؟ جبناه ب7. كنت افتكر الاول وانا بحسب التحدي ان هو ب6. المكونات نفسها بقت غاليه. يا جماعة أنا النوعين أكتر بسكوت درجة. وأنا ما جبتوش ليه زي سندوتشات طعميه؟ ما بحبهاش خالص. مش تحبيها لما تكبري؟ ايه؟ ما بحبهاش. ده اكتر اكله كمان البيتزا. انا مليون. خطير يا جماعه. السندوتشات نظيفه جدا وطعمها لذيذ قوي. مليانه بصراحه. البسكوت ده لذيذ قوي. احلى حاجه ان احنا هنفطر هنا، صح؟ احنا كنا في الاول هنفطر في البيت، بس لقينا هنا ترابيزات وكراسي، قاعده حلوه جدا بصراحه.
بصوا يا جماعه الفطار على الصبح، سندوتشات طعميه وهي سخنه كده في الجو ده، فطاروا بالشكل ده هنا خطير يا جماعه المكان. خلصت اول واحد، ده التاني طعمها لذيذ جدا يا جماعه، السندوتشات خطيره. انا اشتريت مع الفطار العشاء، بس الغدا لسه هنشوف. ايه رايكم في الاكل بره؟ يوا روعه انا عايزه اكل يوم. بعد ما نخلص الفطار هنروح بنبقى ننزل بقى ايه؟ نجيب الغدا. احنا في ميعاد الغدا ننزل. احنا جبنا العشاء. انا لولا التحدي كنت جبت 2 كمان. درجة؟ بجد. طب انا في يوم هنزل واجربها، او تجيبيها لي. لازم دي؟ دلوقتي خلصنا الفطار. خلصنا الفطار يا جماعه، وكان وقت ممتع جدا بالنسبه لي جدا. الفطار في المكان هنا خطير يا جماعه. يا ريت لو حد موجود هنا في المنيا الجديده يجي المكان ده ممتاز، والاكل حلو جدا والقعده حلوه قوي. يلا دلوقتي بقى نروح البيت. يلا تمام، مبسوطين جدا. دلوقتي احنا خلصنا فطار، هنبدا دلوقتي نحسب هنجيب ايه في الغدا. اندومي. لا انا نفسيا مش مستريحه موضوع الاندومي ده، مش مستريحه، ما بحبوش يا جماعه البتاع ده يا ماما. معلش. طب اقول لكم على فكره، ايه رايكم بقى نجيب كيس مكرونه سباكيتي ونجيب كيسين صلصه كده، يعني حوالي 25 جنيه، ونجيب يعني مع الملح والفلفل الاسود والبهارات والزيت، يعني هنكلفنا 30 ونوزعها علينا. ماشي ماما، احنا بنحب المكرونه. روحي مطبخ. ماشي ماما، احنا نزلنا تعبي لابسك وروحي مطبخ. ماشي ماما، احنا بنحب المكرونه سباكيتي، بس احنا يعني مش احنا عايزين مش تروحي وتعملي في المطبخ، احنا عايزين اليوم كله يطب حاجات من بره. حاجات من بره. طب انا حاجات من بره ازاي بقى؟ هعمل حاجات من بره و20 جنيه بس. ممكن نجيب ايه؟ طب ممكن نجيب كشري. في كشري، نجيب كشري اللي هو ب10. ونجيب 3 10 و5 15 كده، يتبقى كل واحد فيكم 5 وانا 7 و10 17 كده، هيتبقى لي 3 جنيه العشاء، وانتوا كل واحد فيكم 5 جنيه العشاء كده. تمام. اوكي خلاص. يلا دلوقتي خلاص اتفقنا على الكشري. طب دلوقتي هنروح نستريح في البيت شويه ونشوف اللي ورانا، وبعدين نبقى ننزل تاني في ميعاد الايه؟ الغدا. يلا على مهلكم يا بنات، خلي بالكم. الجو النهارده روعه في منتهى الجمال. نادوا نورة على مهلكم، بعدوا خالص عني. خلاص احنا قربنا كده من البيت خلاص جاي دلوقتي احنا في كشري هند. هنتغدى كشري، هشتري 3 كشري. هنشتري الواحد بكام يا نورة؟ ب10 عشان يكفي في التحدي. يلا دلوقتي عشان نشتري، ودلوقتي مستنيين الاوردر بتاعنا بيجهز. لاحظتوا يا جماعه في المكان ده بسم الله ما شاء الله مستوى النظافه عندهم عالي جدا، وده طبعا خليني اشتري من المكان وانا مطمنه. الناس اللي بتشتغل في المطعم ما شاء الله عليهم منظمين جدا، وكمان اسلوبهم حلو جدا ومحترم مع الناس اللي بتشتري منهم. لو انتوا موجودين في المنيا الجديده وعاوزين افضل محل كشري ارشح لكم بقوه كشري هند، عن تجربه يا جماعه، جوده ونظافه. العنوان بتاعهم الحي السادس مول العاصمه، وممكن كمان تطلبوا اي اوردر وهيجي لكم لحد باب البيت. يا جماعه احنا دلوقتي رجعنا البيت، غيرنا لبسنا، ودلوقتي جبنا الكشري عشان نتغدى بيه. فطرنا حاجه ماما نجيب اندومي، 2 لا.
بطير عليكم. انا بصراحه يا جماعه يعني انا مش مانعه عنهم الاندومي تماما، مش هكذب عليكم، بس بجيب لهم الاندومي على فترات متباعده. فكره الفيديو النهارده ان احنا ازاي كل واحد يكمل يومه ب20 جنيه فطار وغدا وعشاء. رحنا عشان نجيب الغدا، اتفقنا نجيب كشري، وطلبت الكشري بس على اساس ان العلبه ب10، بس طبعا انتوا عارفين الاسعار دلوقتي. فاقل حاجه عندهم كانت ب15، فاضطرينا نرفع قيمه حدي من 20 ل 25. ففي ناس هتقول لنا ما كنتوا عادي تكملوا، لا عشان ما كانش هيتبقى لنا العشاء، يعني ما ينفعش. لو خليناه ب20 كنا هنجيب الغدا ب15 والفطار وخلاص كده مش هيبقى فيه عشاء. فاحنا خلاص صرت الفيديو بقت من 20 جنيه ل 25 جنيه. دلوقتي بقى نبدأ مع بعض الغدا. يلا دلوقتي نبدأ نتغدى مع بعض. اتفضلي يا نادو. اوكي. اتفضلي يا نورة. شكله لذيذ. ايه ده؟ استنى كده كده عشان ايه؟ براحتك. لا يا ماما يا نور. طور يا دودو. انا اقرا حمص واتزحها يا ماما. نادو بتكره الحمص. مش بتحب الحمص وبتديهولي. اقرا جدا من انضف والله من هنا ايه؟ من هي لسه مولوده. ما انت دلوقتي طفله. دلوقتي هحط لك ايه؟ صلصه. كده ما تحركهوش انا هحط لك باي شويه كده. باي شويه كده. طب لو عايز تاني قولي لي وانا هحط لك. طب دي كام؟ باخد دي كله. حاضر حبيبتي. دي كله. حطه كله. حاضر يا نادو. اهو. احنا ما بنطلبش ان هو اتكررت قوي، فحطيه ما تحطيهوش. حطي يلا. دقم. الدق. وانتي يا نورة؟ انا بقى حطيهولي كله. بعشق الصلصة. قربي شوية كده مني زقيه. حاضر. ده الصلصة. يامي. باقي كده الدقة. سيبي انا عشان انا اول انا اكوكي اسجعانه اهو. لما تفضلي نادو. لا والله ده عشان هي لا عشان هي الصغيرة بس ايه؟ عشان هي صغيرة بتفضليها. لا تصرخ. حاضر ثواني هحط النورة الدقة الأول. والله حتى فيديوهات كتير. لا والله هي بتقعد تصرخ وايه؟ بحسها مزعجة ايه وهتجنني. كده عاوزين ايه تاني؟ شطة. انا حطي لي كتير بقى بالراحة. يا هتكملي. دي بس حاجة خفيفة قوي يا نور. اوكي يا ماما. لا حاجة خفيفة جدا. لا كده كفاية قوي. ممكن تقولي حتى كمان ثانية حش الصلصة. جت على ايد ماما عشان اتكبت عليا الشطة ولا ايه؟ دي حاجة مسحها. ما كانت تحت. تمام كده. مسحتيها؟ يلا بقى بينا. قولي بنزلام. بسم الله بنزلام. شطورة يا نادو. حط النفس انا بقى. ماشي. نادو بتستعد بقى. لما ناكله بص هنقول رأيكم. قوي. عجبني الموضوع كده تحبوا معايا. يبقى انا بقول حلو قوي، فلقيته كسبتني وقالت احنا كل مره بنجيبه وبنقول عليه حلو عشان بنصور. ايوه. نستنى ماما، احنا نسينا ماما على الاخر. بدأت من غيري. يلا كده. قلبي. لا سيبيني براحتي بقى. ما بحبش اقلب. باكل بشويش على مهلي. بالنسبه لحجمه كبير بصراحه، وانتوا عارفين دلوقتي سعر الرز والمكرونه والحمص والصلصه والحاجات دي كلها. لا مش عارفه نفسي. لا انا بعمل الاكل وبعمل الكشري وعارفه. بالنسبه لطعمه انا دوقت قبل كده طبعا، بس انا هدوق قدامكم دلوقتي عشان الفيديو.
خطير يا جماعه. كشري هند بصراحه بنجيب منه على طول، ممتاز، كل حاجه مظبوطه. الصلصه طعمها حلو قوي، ومتبله كده بحاجات جميله. البصل برضو القرمشه بتاعته حلوه جدا. واللي مش معجن ولا حاجه، خطير. زعلانين على الاندومي؟ احنا حقكم عليا. احنا زعلانين، احنا هنموت ونتغيظ. ده احلى، لا ده احلى 100 مره بصراحه. طعمه حلو ولا لا؟ صراحه حلو فعلا. خلاص بقى. على فكره ممكن اعمل لكم اندومي في البيت. احلفي. احلفي. بس مكرونه سباكيتي يعني مش ماشي، بس عايزه اعملها في فيديو برضو. انا اي حاجه، انا اصلا بحب المكرونه سباكيتي. ابقى اعمله لكم. انا تعبان. ايه شطه؟ انا ما كترتش الشطه، خلي بالك انا بحط عليكم برضه. لا كده كفايه، كده مظبوط عشان ما تعبوش. بصي بس يا ندو خليكي في طبقك يا ندو. عاوزه ايه يا ندو؟ عايزه ميه عشان الشطه طبعا. لا ثانيه خليكي. لا انا الصراحه متعوده على الشطه، مش شايفاها حلوه قوي، بس جيبي لي ميه معاكي برضه. حاضر هجيب لكم، ثواني وجايه. على مهلك يا ندو. الحمد لله. طعمه لذيذ جدا جدا، ممتاز يا جماعه. طعمه لذيذ وكتير. خلص الكشري ونرجع لكم. هنخلص الكشري يا جماعه ونرجع لكم، عشان عايزين نركز في ايه؟ في الاكله الجميله دي. يلا باي. انا التيشيرت اتوسخ. دلوقتي احنا خلصنا اكل. اوكي، ايه رايكم في الكشري؟ لا بصي يا حبيبتي، جبت بسكوت ب10 والكشري بتاعكم ب30، يبقى كده 40. الى 10 الباقيه للعشاء. جبتوا شيبسي ب7، ده هتقسموه، هقسمه لكم مع بعض. وجبتوا ايه تاني كمان؟ جبتيه 3 الباقيه جبت بيها الفينو الرغيف بجنيه ونص، كده مظبوط كده. طب وانتي تتعشي بايه؟ ما انا جبت برضو، انت ناسيه اللي جبت جبت اللي هو العيش المحمص اللي هو مع الكشري ده اتعشى. لا استني يا نادو، سيبكم بقى تلعبوا دلوقتي. شوفوا اللي عايز يتفرج على التلفزيون ولا عايزه تقعد تلعب مع نفسها، اعملوا اللي انتوا عاوزينه لغايه ميعاد العشاء. هنكمل تصوير يا جماعه، تشوفونا ان شاء الله في ميعاد العشاء. يلا حبايب قلبي ميعاد العشاء. صح. يلا خد العلب دي. ولا اديني انا اكتر. لا خلاص انا هوزع لكم، مش عايزه صداع. بصوا انا عارفه هوزع لكم. خلاص بقى اسكتوا. حطي يا نور، حطي يا نور. انا جربت كده عند تديني اكتر عشان فانا عايزه اعرف اكتر. انا لسه وزعت حاجه. استنوا كده اهو. بصوا انا بحاول يعني ايه، مين بتاعك؟ بحاول على قد ما اقدر اخلي زي بعض. استني في حاجات، في فتافيت بقى عشان انا ايه اديتي له اكتر. لا كدابه، اقسم بالله لا. قد بعض على فكره. يلا بس حلو قوي. جوز الطعم ده روعه بجد. جربوه ماما دوقي. ثانيه اجيب الحاجات اللي اتعشى بيها. طب هاتي العيش. خد العيش، محدش يقول لي على جبنه ولا حاجه، مش هينفع. عادي احط. بس يبقى في اختراع روعه جدا ان احنا نحط العيش جوه الشيء. حطوا هنا العيش عشان تاكلوا براحتكم. دوقي واحده اعرفي طعمها حلو قوي. بسم الله. ايه رايك؟ اديك واحده بس مش دلوقتي. طعمه لذيذ. اديك اصغر واحده. اصغر واحده ما شاء الله عليك. كريمه قوي يا دودو. ندو يا جماعه من اقرب الناس اللي شفتهم في حياتي بجد. يعني ده بقى انا ده بصراحه يا جماعه ده اختراع. برضه ده جبته من عند كشري هند، موجود معرفش بيتباع فين كمان تاني. انا كنت عايزه اجيبه بس الفلوس ما كفتش. لا ما انت جبت شيبسي بقى خلاص. ده بصوا كده عباره عن تقريبا عيش شامي
محمص او مقلي في الزيت. اديني. بس حاضر حبيبتي استني اوريهم الاول اهو. انا كده هدوقه. ليه طوقينا؟ هيوقكوا بس ثواني بس والله هدوقكم. انا بالنسبه لي ده احلى من الشيبسي. انا عايزه احط طعمه. انا هقول لك طعمه ايه بس. خدي يا دودو. ايه ده؟ خدي يا نوره. ايه ده؟ طعمه لذيذ جدا والله. لما طعمه ادوقه لذيذ. هقول لكم على رايي. ايه ده؟ الكتاب حلو قوي. شيبسي متبل باعشاب حلوه، معرفش فلفل اسود وزعتر. عساب. جميل جدا. استني اوريه عشان لو حد عاوز يشتريه بطعم الكمون والزعتر. طعمه حلو قوي يا جماعه. اتمنى بصراحه تجربوه، ومشبع جدا لو في العشاء، او مثلا لو عاوزين تاكلوه جنب سلطه زبادي او تغمزوه باي حاجه. طعمه لذيذ قوي. انا ايه؟ لا انا بتكلم عن حاجتي انا. بجد بقى عيالك. لا مش هدوقكوا تاني، انا جعانه. لا انا. انت عندك شيبسي يا حبيبتي وانت معاك قرحات. انا قد كده. بس والله يا جماعه بصي قد ايه وبتقولي قد كده. لو كنا نجيب اندومي كنا نكلفك 20 جنيه بس. ايوه ما انا عارفه علشان الاندومي ارخص. يعني ممكن كنت تجيبوا اللي هو ب7 صح كده، اللي هو الحجم الصغير. وكمان العشاء بقى 8 جنيه. معلش بس برضو افتكر ان احنا جبنا في الغدا كشري كان طعمه لذيذ جدا وكانت الكميه كبيره صحيح، وكلنا وشبعنا صح كده. اكتر حاجه بكرهها في العالم البتاع ده بصراحه اللي اسمه الاندومي ده يا جماعه. افتحي بقك يا دودو. شوقك وشوقك. مش تدوقيني؟ ما انا عارفه. ميرسي. خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. ولو عندكم اي افكار او مقترحات لينا لو انت لقيت اكتبوا لنا في الكومنتات. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان كل فيديوهاتنا اول باول. مع السلامة، بنحبكم. باي.